ففي سيدي بوزيد اللي وقع هو بالنسبه في بالي بالاخ النائب بكري حب يقول لي لا، ما انا في بالي قبله، معناها احنا نتابعوا عن كثب، وهذا واجبنا، ماهيش مزيه من حد، معناها هذا واجبنا، لازم نتابعوا الاوضاع. فيه تقريبا تمام مجموعه منذ ايام قاعده تقول اليوم نهار الخميس يوم التحرير، وتتحلف في الوالي وتتحلف في الكاتب العام وتتحلف حتى في السلطات الامنيه، وتتحلف انها باش تفرقع الدنيا وباش تعمل اللي في راسها، وبعد هاني متعدي واللي عنده حاجه يتفضل، وتقولها بالوضوح. هذه مجموعه هكا مع الاسف فيها اطراف سياسيه، معناها مؤسف انه اكثر من مره يتكرر الشيء هذا، معناها ولا تعاون ولا استشاره ولا رخصه ولا اي شيء. اليوم تجمعوا حوالي 250 300 شخص امام مقر الولايه، بعض منهم حتى اطفال، رفعوا شعارات ضد حركه النهضه وضد الحكومه وضد الوالي وضد برشا شخصيات، حاولوا يقتحموا مقر الولايه وقذفوا بالحجاره، تصدت لهم قوات الامن ببعض القنابل المسيله للدموع، وقع تفريقهم والوضع مستتب. واحنا ماشيين نحترموا المواطن لكن ايضا نحترموا القانون، ونحب الناس تفهم انه هذا في صالحهم مش موجه ضده. وماذا بينا ما تكونش مجموعات قليله تفرض رايها او منطقها او قانونها على الاغلبيه، والا نولوا دوله ماهيش منظمه خلاص، وقتها لا قدر الله معناها الديمقراطيه نتاعنا تمشي، الديمقراطيه نتاعنا معناها تنشا عرجاء فيما يتعلق عفوا الوضع